يا جماعة عاملين إيه؟ طبعًا أهو قصتين في نفس الأسبوع، وطبعًا عيلة بتساعد العيلة، فأكيد باستاهل لايك، صح؟ وأكيد بقى لنا فترة من غير قصص رعب، فلازم قصة رعب تنزل، ومش هتنزل من غير ما نبدأ بلعبة رعب، وده معناه إن خلاص والقصة الجاية هنبدأ فيها بلعبة Resident Evil، وآسفة للناس اللي مش بتحب ألعاب الرعب، بس الخبر الجاي هيعجب محبين اللعبة دي، وهو إننا إن شاء الله هنخلص السلسلة في الجزء التالت والرابع، وبعدها السابع والثامن اللي هم المفضلين عندي. خصوصًا وقت الأكل. أنا لسه مش متعودة على النوع ده من الألعاب، بس إن شاء الله هتكون تجربة حلوة. وبس، يا رب القصة دي تعجبكم، ويلا بينا نبدأ. أنا شهد، عندي 30 سنة، عندي أختين أكبر مني اسمهم شيرين وسارة، وطبعًا أبويا وأمي عيلة طبيعية جدًا. مش عايزة أبان كإني ما كنتش شايفة اللي هيحصل، بالعكس كنت حاسة، بس فضلت مستمرة على أمل إن أهلي يتغيروا أو أطلع أنا اللي غلطانة. أنا بقى لي سنين، يعني باتكلم من لمّا كان عندي 24 سنة مثلًا، وأنا الشخص الوحيد اللي بيدّي أبويا وأمي فلوس في العيلة دي، كل ما يطلبوا وكانوا بيطلبوا كتير أوي. أمي تتصل ودايمًا الكلام واحد في المكالمة: "يا شهد يا حبيبتي، فاتورة المَيّة جات وأنتِ عارفة الظروف والأيام الصعبة." وعلى طول من غير ما أفكّر بابعت لها تحويل بنكي، خلاص الموضوع بينتهي من غير ولا سؤال ولا استفسار. وبعد المَيّة بقت مصاريف الأكل، وبعدها العربية بتاعة بابا محتاجة صيانة ومحرِّك، وبعدها بقى السقف. والله يرجع السقف ده، بلاش أفتح في الموضوع ده عشان ما أتحسّرش. أنا حرفيًا دفعت تكلفة ترميم وتجديد البيت ده بالكامل من جيبي، البيت كله، مطبخ جديد، حمامات، سيراميك وأرضيات، كل حاجة. الحسبة كلها كانت مجمّعة ييجي 80,000 جنيه لمّا تجمع كل حاجة، وما حدش ما حدش خالص في العيلة دي، كلها كلّف نفسه يقول لي شكرًا، كلمة شكر حقيقية تطلع من القلب كده. يمكن أمي قالتها لي مرة واحدة بس، وده لمّا اديتها أول مرة فلوس، وبعدها بقيت حاجة مضمونة، واجب عليّا، وأنا اتحولت رسميًا لصراف آلي للعيلة. في الوقت ده بقى أخواتي كانوا عايشين حياتهم، شيرين متجوزة من زمان أوي، واحد اسمه إيهاب شغال في التأمينات أو حاجة كده، مش متأكدة الصراحة، وممكن يكون نصّاب بس متخفي. وسارة اتجوزت من كام سنة، عملت فرح صغير كده وعلى قد الحال، فكان دايمًا إنك تطلب منهم فلوس حاجة من المحرمات. أول ما تتفتح سيرة المصاريف والفلوس، الاتنين يقولوا نفس النغمة بنفس التزامن: أصل إحنا فاتحين بيوت وعندنا عيال، أصل الولاد محتاجين جزم ومصاريف مدارس، أصل إيهاب طالع عينه في الشغل مسكين. وأمي تهز رأسها بتفهم وتعاطف، كأن الواحدة لما تتجوز بتاخد إعفاء رسمي وموثق من إنها تكون بنت وتراعي أهلها. أنا بقى كبرت وأنا مش فاهمة المنطق ده. أنا حتى الارتباط ما جربتوش، ولحد النهاردة مبسوطة بحياتي ومش متضايقة خالص. بس النظرة دي خلتني في نظرهم البنت اللي مش محتاجة حاجة، أو اللي ملهاش مصاريف ولا عيلة تشيل همها. الجملة دي بالذات اتقالت في وشي طبعا، بس هجيلكم في الكلام. المهم، نرجع لليوم الأخير لحاجة أنا بسميها عيلة. كنا متجمعين كلنا في البيت، البيت ده بالذات افتكروه كويس عشان هو أصل الحكاية. أمي في المطبخ بتظبط الأكل، وأبويا قاعد في الصالون بيتابع الإعلامي الأصلع كالعادة، وجوز شيرين وجوز سارة قاعدين يتكلموا في الكورة وإمتى هتتعاد ماتش الأرجنتين ومصر، والعيال الصغيرة نازلين تناطيط ودوشة في كل حتة. كان إحساس عائلي دافي وعادي جدا على السطح. وفجأة أمي وقفت عشان تقول إعلان، وكان على وشها نظرة غريبة. عارفين النظرة دي؟ لما يكون حد شايل خبر تقيل ومستني اللحظة عشان يرميه ويهرب قبل ما يتفجر في وشه. بس كان واضح إنها بتتكلم بعفوية وببساطة، بس هي من جوه هتموت من الفرحة. قالت بصوت عالي، يا جماعة، أنا وأبوكم عندنا خبر محتاجين نقوله لكم. وأنا كنت قاعدة عادي خالص، مش مركزة في الكلام ولا مستنية حاجة الصراحة. كملت أمي ببرود وهدوء مستفز: إحنا بعنا البيت. أنا هنا عيني اتفتحت على آخرها وحركت دماغي شوية وأنا ببص عليها. هي قالتها بمنتهى البساطة كأنها بتقول: بعنا الكنبة القديمة. إحنا ماضينا كل حاجة خلاص، الورق انتهى والشهر الجاي هنعزل. أبويا كان قاعد بيهز رأسه بتمثيل، وهنا بقى جت الصدمة التقيلة قوي. أمي كملت وقالت: والفلوس اللي جات من بيعة البيت 600 ألف جنيه، هنسدد بيهم شوية ديون، والباقي هيتقسم بالنص بين شيرين وسارة. سكون تام نزل عليا. أنا اتخرست، بس أخواتي؟ شيرين ضحكت بصوت عالي، ضحكة شمتانة ومبسوطة من قلبها، وقالت، ياه، يعني خلاص هنجيب الشقق كاش ونخلص من الإيجار. وبعدها بصت لي بعرض الترابيزة بابتسامة صفرة ومستفزة وقالت لي: معلش بقى يا شهد، ملكيش نصيب معانا المرة دي، بس انتي زي الفل وما شاء الله عليكي وشايلة نفسك ومش محتاجة حاجة كده كده.
الكل سكت وقعد يبص لي. كانوا مستنيين أي ردة فعل مني، فاكرين إني هعيط أو هقلب الترابيزة ونعمل دراما وعياط. أنا بقى ابتسمت. والله العظيم حسيت بوشي بيعمل حركة غريبة ومش طبيعية. أنا بس ابتسمت وقلت بصوت هادي: والله كتر خيركم إنكم عرفتوني مدري، حركة محترمة منكم بصراحة. بصوا لبعض باستغراب وذهول، كأنهم بيقولوا: هي المجنونة دي بتتكلم بجد؟ أمي بصت لي بشك وقالت. انتي كويسة يا شهد؟ أنا رديت بثقة. أنا زي الفل يا أمي، وممكن أكتر من الفل. مديت إيدي مسكت كوباية المية، وأنا شايفه التوتر في عينيهم. كانوا بيتحركوا في كراسيهم مش عارفين يستوعبوا الهدوء ده. بصراحة كان شعور خطير، كأني كنت مستنية اللحظة دي من غير ما أحس. أنا قلت ببرود تام وبأعلى درجات العفوية: أصل الموضوع عادي يعني، لأنه أنا اللي اشتريت البيت أساساً. الصمت اللي نزل على الصالة بعد الجملة دي صمت قاتل. سارة اتجمدت في مكانها ولا تقول إننا في فيلم رعب، والشيرين اتقلب ألوان وشهقت كأنها مش سامعة. أبويا نزل إيده بالراحة. دي كانت أطول لحظة صمت بتمر على البيت ده، وأتقل لحظة صمت عدت عليا في حياتي كلها. وبعدها طبعا شيرين، ومين غيرها، ضحكت ضحكة مسرحية متوترة وقالت: انتي بتقولي إيه يا شهد؟ إيه الهبل ده؟ لا طبعاً، البيت اتباع لشركة عقارات، أمك لسه قايلة كده بلسانها. أنا بابتسامتي هادية: عارفة إنها قالت كده، بس انتي بصيتي في الورق، السمسار اللي وقع معاكم عقد البيت كان بيشتغل عندي ومعاه توكيل حتى يشتري البيت. أمي اتعصبت وصوتها بدأ يعلى. شهد، إيه اللخبطة والكلام اللي بتقوليه ده؟ أنا مديت إيدي بالراحة تحت الكرسي ورفعت الشنطة بتاعتي. الأوراق دي كانت معايا في الشنطة بقالها أسبوعين كاملين. كنت شايلاها ومستنية اللحظة المناسبة بالظبط عشان أطلعها. سحبت الملف وزقيته على الترابيزة. قلت لوالدي. افتح الصفحة التالتة كده يا بابا. أبويا مسك الملف بإيديه اللي بتترعش وبدأ يقلب الورق لحد ما عينيه وصلت عند جزء معين. الراجل اتجمد في مكانه، ما بيتكلمش ولا بيتحرك، عينيه بس في الصفحة ومذهول. شيرين قربت منه بلهفة وصوت مشحون. بابا، في إيه؟ الورق مكتوب فيه إيه؟ هي سحبت الورقة منه وبدأت تقرأ، ووشها اتقلب. أقسم بالله وشها جاب ألوان. هي نطقت بالعافية وهي مش مصدقة، لأن اللي كان معاها ده صورة من عقد البيت الجديد باسمي أنا. سارة اتجننت. سحبت الورق من إيد شيرين وبدأت تقرأ وهي مصدومة، وصوتها طلع مسحوب وحاد قوي. ده هزار؟ انتي بتعملي فينا مقلب صح؟ كابوس ده ولا إيه؟ أنا رديت ببرود يخوف. مش هزار خالص. أخدت مية كمان من الكوباية. إيديا كانت ثابتة، مش عارفة إزاي. من جوايا كنت بترعش، بس من بره كنت حجر. سارة صرخت في وشي. انتي جبتي الفلوس دي كلها منين أساساً؟ منين؟ وهنا بقى الخزان اللي جواه سنين من القهر والسكوت انفجر. أنا ما قدرتوش أمسك نفسي أكتر من كده. كل القهر اللي شايلاده جوايا بقالي سنين انفجر دفعة واحدة. بصيت في وشوشهم وقلت بصوت عالي: جبت الفلوس منين؟ من شغلي يا هانم، طبعاً. جبتها منين يعني؟ جايباها من الهوا؟ كانوا بيتفرجوا عليا وكأني سحرة طلعت الفلوس دي من العدم. كملت وقلت: انتوا مش كلكم عارفين إني بدأت شغل في شركة التسويق الصغيرة دي وأنا عندي 22 سنة؟ أمي ردت بضيق وتسرع. وما زلتي بتشتغلي هناك صح ولا أنا غلطانة؟ أنا هنا ضحكت بصوت عالي قوي، ضحكة كلها مرارة وسخرية، وقلت لها. أنا سبت الشركة دي من يجي 6 سنين كاملين. الذهول نزل عليهم كلهم، وشوشهم اتمسحت مش فاهمين حاجة. قلت لهم المختصر المفيد: اترقيت مرة واتنين وتلاتة في المكان القديم، كبرت واخدت خبرة، وبعدين سبتهم وأسست شركتي الخاصة بنفسي. والشركة كبرت ونجحت فوق ما تتخيلوا، وتحت إيدي أكتر من 20 موظف شغالين معايا. أمي بدأت تتلعثم وتقول: بس انتي طول عمرك بتقولي إنك مجرد سكرتيرة ومديرة مكتب هناك صح؟ انتي اللي قلتي كده. قعدت أفكرها إنه عمري في حياتي ما قلت كده. هي اللي كانت بتقولي كده لعمتي دينا وللكل. وفكرتها بالعزومة بتاعت شيرين لما قعدت قدام ابن عمي رامي وتقولي له: معلش شاهد لسه بتحاول تلاقي نفسها وتظبط ظروفها. وأنا أساساً في الأسبوع ده بالذات كنت بوقع صفقة ب6 أرقام لحساب شركتي. أمي سكتت خالص، جابت ورا وما قدرتش تفتح بقها، وأنا ما قدرتوش أوقف. الكلام كان نازل زي السيل. قعدت أقول لهم إنهم عمركم ما كلفوا نفسهم يسألوني ولا مرة. كل ما نتكلم في التليفون كانت المكالمة كلها: شيرين عملت، سارة عملت، يا حبيبتي على الأحفاد، يا بخت إيهاب بالترقية. ولا بني آدم فيهم فكر مرة واحدة يقول لي: شغلك عامل إيه؟ بتعملي إيه في حياتك؟ كنت لما أجي أتكلم عن شغلي يرحلوا الموضوع ويغيروا الموضوع في أقل من 30 تانية. كل مرة على كده.
وبصيت لأبويا في عينيه وقلت له: وانت يا بابا، انت وأمي عمركم ما اتصلتم بيا إلا لما تكونوا محتاجين فلوس، فلوس وبس، ولا عمركم في حياتكم سألتم الفلوس دي أنا جايباها منين. رجعت الصالة تظلم بالسكوت تاني. صمت تقيل قوي يشيل الجبال. الكل كان حاسس بيه وبقسوته. وفجأة أمي نطقت. قالت بمنتهى الهدوء والبرود: والله يا شهد، كان المفروض تقوللنا إن معاكي فلوس وسترة نفسك. لو كنا نعرف ما كناش اضطرينا نبيع البيت من الأصل. رفعت حاجبي في صدمة، وشيرين من غير ما تضيع تانية واحدة كملت عليها وقالت: أيوة والله يا شهد، انتي ممكن عادي جدا تدينا الفلوس دي، يعني تجيبلنا الشقق اللي اتفقنا عليها، ندفع كاش على طول، كده أسهل بكتير بصراحة. أنا هنا انفجرت في الضحك. ما قدرتش أمسك نفسي. قعدت أضحك في وشها بصوت عالي قوي. انتوا اتجننتوا رسميا ولا ايه؟ بجد والله، انتوا سامعين نفسكوا بتقولوا ايه ولا عقلكوا جراله حاجة؟ شهد ايه وزفت ايه؟ لا يا حبيبتي، انا مش هشتري شقق لحد، مش هشتري حاجة لأي بني آدم. بقالي سنين شايلة مصاريف أمك وأبوك وفواتيرهم، وأنا اللي دفعت دم قلبي في تجديد البيت ده بالكامل. انتوا الاتنين كنتوا فين وقتها؟ سارة صرخت بمسكنة. احنا عندنا عيال وفاتحين بيوت. أقسم بالله الجملة دي لو سمعتها مرة كمان من حد فيهم كنت هرتكب جريمة. أمي قالت بقلة حيلة. خلاص اللي فات مات، مش مهم دلوقتي. وفجأة الصالة ولعت. الكل بقى بيتكلم في نفس الوقت وبيصرخ. أمي بتتهمني إني كنت مخبية عليهم الفلوس وقصدا أخدعهم، وشيرين بتصرخ وتتهمني بالأنانية، وسارة بدأت تعيط بدموع حقيقية. مش عارفة بتعيط على إيه بصراحة. وزوج أخواتي استأذنوا وانسحبوا من الأوضة في الهدوء خالص. ناس ذكية بصراحة. والعيال كانوا تحت بيلعبوا. وفجأة أبويا ضرب بضربة إيده على الترابيزة بكل قوته، والكل سكت فجأة. بصلي أبويا بنظرة مرعبة، هدوء يخوف، وقال بنبرة حاسمة: كويس قوي إننا عرفنا الحقيقة دلوقتي. طالما أنت اللي اشتريتي البيت يبقى احنا قاعدين ومش ماشيين، والموضوع ده اتقفل خلاص. أنا كنت هشرق من الصدمة. كحيت وقلت له: نعم، أفندم، أنت بتقول إيه؟ أبويا كمل كلامه ولا كأني بتكلم أصلاً. بيمشي كلامه وخلاص. احنا قاعدين هنا ومش هنمشي خلاص. قلت له: بابا، أنا اشتريت البيت ده ليا أنا، مش ليكو، ليا أنا. قدامكو 30 يوم من تاريخ البيع، عدى منهم 3 أيام وفاضل 27 يوم بالظبط. لو ما مشيتوش بعد المهلة دي، القانون بيديني الحق أطردكو، ده القانون. أمي قالت: الورق والقانون ده تبليه وتشربي ميتهم، إحنا أهلك وعيلتك. قلت لها. الورق ده هو كل حاجة، دي وثيقة رسمية ومكتوبة. أمي صوتها نزل لنبرة حادة ومرعبة وقالت: إحنا اللي ربناكي يا شهد، انتي مديونة لينا بحياتك وبكل حاجة لحد ما تموتي، فاهمة ولا لأ؟ شيرين قالت: أيوة صح يا أمي، كتر خيرك. عندها حق، انتي أصلا ما كانش هيبقى عندك شركة ولا زفت لو أمك ما كانتش ربتك. قلت لها بصدمة. إيه الهبل ده؟ هو انتوا ليكوا دعوة بشركتي من قريب ولا من بعيد؟ سارة كملت. إحنا اللي ربناكي. كأن الجملة دي شماعة لأي ظلم. وبعدين بدأوا يعملوا حركة مستفزة جداً. بدأوا يتجاهلوني تماماً. يدوروا وشهم لبعض ويكملوا تخطيط للمستقبل كأني مش موجودة. أمي بتقول: شاليه البحيرة ده ممكن نطلع منه بمبلغ حلو قوي دلوقتي، السوق شغال والأسعار رفعت. شيرين ردت عليها: أنا أعرف واحد وصاحبه بيدوروا على مكان هناك، ممكن أوفق راسين في الحلال وأظبط الموضوع. وسارة بتتكلم عن صاحبتها اللي أجرت حاجة شبه كده ب30,000 جنيه في الشهر. وأنا قاعدة في نص الترابيزة شايفاهم بيقسموا غنيمتهم وممتلكاتي قدام عيني. زعقت بصوت عالي. هاي، أنا قاعدة هنا على فكرة، بصولي هنا. محدش كلف نفسه يبص لي حتى. قلت لهم بمنتهى الجدية: 27 يوم، لو ما فضيتوش البيت هطلب الشرطة وهنفذ الإخلاء. ده مش تهديد ولا كلام فاضي، بصوا في عيني كده. أمي بصتلي في الآخر بملامح باردة وميتة وقالت: إحنا عيلة واحدة يا شهد، بلاش دراما وحركات أطفال بقى. قمت وقفت. مسحت إيدي بالمنديل، سحبت شنطتي والدوسيه من على الترابيزة وقلت: تمام، أنا حذرتكوا، وبلاش تقولوا إني ما قلتش. ومشيت. خرجت من الباب وركبت عربيتي. قعدت في العربية يجي 10 دقايق كاملين، مربعة إيدي على الدركسيون. إيديا كانت بتترعش وقتها. ودورت العربية وطلعت على بيتي. طبعاً التليفونات بدأت. في خلال ساعة زمن ما ردتش على ولا مكالمة. سبت التليفون يرن براحته، وما سمعتش الرسائل الصوتية اللي بعتوها هي كمان. كنت بس قاعدة بص على التليفون وهو بينور ويرجع يطفي، ينور ويرجع يطفي. وبعد المكالمات
بدأت الرسائل تنزل زي المطر. أنا مسكت التليفون وأخدت سكرين شوت لكل رسالة بتوصل، وحفظت كل الرسائل الصوتية. ما كنتش عارفة ساعتها أنا بعمل كده ليه بالظبط، بس كان عندي إحساس من جوه بيقول لي شيلي كل حاجة واحتفظي بيهم. وفعلا عملت كده. عدى أسبوع، يمكن أكتر شوية. كنت بحاول أركز في شغلي، تايهة ومش مركزة قوي، بس ماشية وبزق اليوم. وفجأة لقيت عمتي دينا بتتصل بيا، أخت أبويا. عمتي دي طول عمرنا حبيبات وبنتفاهم مع بعض، ست عاقلة كده. وهي الوحيدة في العيلة دي كلها اللي كانت بتفتكر تسألني عن حياتي وشغلي في الأعياد والمناسبات، أو على الأقل كانت بتهتم. رديت عليها من غير ما أفكر. أول ما رديت لقيتها بتقولي. شهدي يا حبيبتي، إيه اللي بيحصل عندكم ده؟ فهميني. قلت لها. قصدك إيه يا عمتي؟ قالت لي. أصل أمك مش سايبة حد ما اتصلتش بيه. الأول كانت تقول للكل إنهم بايعين البيت وهيعزلوا ورايحين يفتحوا صفحة جديدة، ودلوقتي فجأة قلبتها مناحة وتعيط وتقول إنك بتطرديهم وترميهم في الشارع. إيه الحقيقة بالظبط؟ أنا ضحكت ساعتها، ضحكة فيها كل الوجع والمرارة، وقلت لها. يا عمتي دينا، اقعدي كده وروقي، أصل الكلام كتير. وحكيت لها كل حاجة، من أول العزومة لحد ما مشيت، للخبر الملعون، للأوراق، لشركتي، لكل حاجة. حكيت لها إني أنا اللي بشيل فواتيرهم ومصاريفهم بقالي سنين، وإنهم طلعوني من البيعة كأني مش بنتهم وادوا باقي فلوس البيع لكل واحدة من إخواتي. بس ما قلتش ليها أنا ليه اشتريت البيت ده بالذات. كانت عشان حاجة أنا نفسي فيها، ما كنتش هقولها لحد، بس قلتها لعمتي. قلت لها. عشان جدي يا عمتي، هو اللي بنى البيت ده بإيديه في الستينات. ما كنتش قادرة أشوف حد غريب وياخده مننا، كنت عاوزة البيت يفضل في العيلة. عمتي دينا سكتت دقيقة كاملة على الخط. كانت لحظة إحراج لأني ما بحبش أضعف، بس كنت قريبة قوي من البكاء. قالت لي بثقة. يا حبيبتي، تصرفات أبوكي وأمك خايبة جدا وعيب قوي. أنا عارفة إن أمك أسلوبها صعب، بس يوصل للدرجة دي؟ لا يا شهد، أنت عملتي الصح. ده بيتك ودلوقتي ملكك أنت، وحقك تدافعي عنه وعن تعبك. قفلت معاها وقعدت مكاني. قلت خلاص، ال27 يوم بيجروا والعد التنازلي شغال، واللي يحصل يحصل. نسيت أقول لكم، أنا كنت مكلمة المحامية بتاعتي من تاني يوم العزومة على طول، من الصبح بدري، محامية شاطرة وجاهزين لكل حاجة. وقبل يوم الإخلاء بيومين عمتي دينا بعتت لي رسالة. على فكرة، أمك وأبوكي ناويين يعزموا كل القرايب عندك في البيت يوم الإخلاء عشان يعملوا عليكي. رديت عليها. تمام، تسلمي لي يا عمتي. وطبعا ولا تهزت لي شعرة. ولما وصل اليوم الموعود، يوم الإخلاء، وصلت عند البيت ومعايا المحامية بتاعتي وضابط شرطة أنا عندي معرفة معاه اسمه يوسف من أيام التنويه. كنت مكلمة يوسف من أسبوع كده، وواصل كمشرف عشان تنفيذ أمر الإخلاء وشاهد لو حصل أي حاجة. أول ما دخلنا، عربيات مالية الشارع، أعمامي وعماتي وأولاد عمي اللي ما شفتهمش من سنين، كلهم قاعدين في الصالون ومظبطين القعدة، ومفيش كرتونة واحدة متجمعة ولا شنطة ملمومة ولا كأنهم نازلين أصلاً. أبويا أول ما شافنا وقف بصلابة. انتي مش هتعرفي تطردينا من هنا، احنا اهلك ولينا حق نعيش في البيت ده. المحامية دخلت بمنتهى الهدوء وقالت. يا جماعة، البيع ده بيع قانوني ونظيف، وحضراتكم استلمتم 600 ألف من شهر كامل، وقانونياً لازم تفضوا المكان فوراً. القرايب بدأوا يبصوا لبعض بتوتر، وكأنهم بيقولوا إيه ده؟ 600,000؟ هم استلموا فلوس؟ أكيد أهلي ما حكوش ليهم إنهم باعوا البيت. أكيد في كذبة اتقالت هي اللي خلتهم كلهم يتجمعوا. وهنا بقى يوسف كمل وقال. قدامكم ساعتين بالظبط تلموا فيهم اللي تقدروا عليه. لو جيت بعد الساعتين ولقيت حد فيكم هنا، هطلب تعزيزات، وكل اللي في البيت هيتقبض عليه بتهمة الاحتلال غير القانوني لملكية خاصة. أقسم بالله ما شفت صالة بتفضى بالسرعة دي في حياتي. القرايب مسكوا حاجتهم وجريوا على الباب كأنهم صراصير رشيت عليهم مبيد. في ثواني الصالة فضيت، وما فضلش غير أمي وأبويا وشيرين وسارة، ونزلوا فينا شتيمة وصراخ. أمي بتزعق وشيرين بتصرخ والكل بيتكلم فوق بعضه. ساعتين إيه؟ أنت ما عندكيش قلب؟ قلت لهم ببرود. خلاص، معاكوا لنص الليل، الساعة 12 بالظبط. وبدأوا يلموا حاجتهم وهم ما وقفوهاش شتيمة وبيصرخوا طول الوقت. شيرين جاية لحد عندي وبتصرخ في وشي. انتي شريكة الشياطين، انتي أسوأ أخت وأوحش بنت شافتها الدنيا. رديت عليها وأنا بكتب في الموبايل. بجد والله؟ أنا الوحشة؟ وإنتي كنتي فين لما أمك كانت محتاجة سداد فاتورة المية؟ إنتي كنتي فين لما السقف كان بيدخل مية ومحتاج ترميم؟ ها؟
كتبتي شيك واحد من جيبك انتي وهي؟ كشفتي على أهلك بقرش؟ وطبعا ما عرفتش ترد عليا، وقعدوا يلموا ويحزموا في الشنط. أخدوا كل حاجة، الكنب، الكراسي، اللمبات، التلاجة، الغسالة، حتى النجف ووحدات الإضاءة وقضبان الستائر، فكوها من الحيطان. ومش ببالغ، أي حاجة مش ثابتة في الأرض خلعوها وأخدوها معاهم. وأنا سبتهم ياخدوا كل حاجة بالكامل من غير ما أتكلم كلمة واحدة. كده كده كنت ناوية أهدي كل ده وأجدد البيت على ذوقي من الأول وجديد. على الساعة 11 بالليل أمي خرجت عند باب الشارع المفتوح وقعدت تعيط وتصرخ بصوت عالي قوي عشان الشارع كله يسمعها: تعالوا شوفوا بنتي المفترية بتطردنا في البرد والشارع. والجيران بدأوا يطلوا من الشبابيك، وشفت الراجل اللي ساكن قصادنا ماسك تليفونه وبيصور. وأنا ولا الهوا كنت واقفة في المطبخ بشرب قهوة اشتريتها وما بصيتش عليها حتى. جابوا عربيات نقل، حملوا كل حاجة ومشوا على الساعة 1 بعد نص الليل. عدوا الوقت المحدد بس أنا ما ركزتش، ومش هستفيد حاجة يعني لو شديت أكتر من كده. وفجأة بقيت لوحدي في البيت الفاضي ده، بلف في الأوضة الفاضية، صدى صوت خطواتي يرن في كل حتة. افتكرت ساعتها إني ابتسمت وقلت لنفسي: كويس قوي، خدوا كل حاجة، أنا كده كده كنت هكسر الأرضيات دي وأبدأ من جديد. الترميم والتجديد أخدوا حوالي 4 شهور، مقاولين ومهندسين ديكور وشغل على مية بيضة. نقلت فيه بعد ما شطبته بالكامل، بقى تحفة فنية، بيت جدي القديم اللي بقى بيتي أنا رسمياً. بعدها بكام شهر عمتي دينا زارتني في البيت، قعدنا نشرب عصير ونفضفض، وجابت لي آخر الأخبار والمستجدات. أبويا وأمي استقروا في شاليه، بس مكان صغير ومحتاج مصاريف وشغل كتير. وأمي طبعاً مش سايبة حد إلا وبتقوله إن شهد ظلمتنا، ودايرة بتقول للناس لو كانت بس اشترت البيت مننا بضعف الثمن كنا زماننا اشترينا بيت عدل ونظيف. دي بقى قصتها الجديدة اللي بتبيعها للناس دلوقتي. أما شيرين فاشترت شقة صغيرة كاش بالمبلغ اللي أخدته، وسارة سددت ديونها وأخدت شقة ضيقة بس بقسط من البنك. والاتنين مش مبسوطين وماشيين يحكوا لأي حد يرضى يسمعهم. لو شهد بس كانت أدتنا فوق البيعة شوية فلوس من عندها كنا زماننا اشترينا بيوت كبيرة وفخمة. كأن ده كلام ناس فاهمة ولا ناس عاقلة أساساً. بصيت لعمتي دينا وقلت لها: أول ما عرفوا إن معايا فلوس كانوا عاوزين ياخدوا مني في كل حاجة معايا، بس لما هم باعوا البيت وأخدوا الفلوس وقسموها على إخواتي وطلعوني أنا برا، كان ده بالنسبة لهم هو العدل والإنصاف بعينه. عمتي اتنهدت بحسرة وقالت لي: أنت وأهلك عندكم أفكار مختلفة تماماً عن معنى كلمة العدل يا شهد. قلت لها: ظاهر كده فعلاً. من ساعتها وأنا قاطعة معاهم تماماً، أمي، أبويا، شيرين، سارة، مفيش أي تواصل نهائياً. عملت حفلة لافتتاح البيت بعد ما خلصت ترميمه، طبعاً ما عزمتهمش، عزمت عمتي دينا وأصحابي القريبين وفريقي في الشركة. كانت ليلة دافية ولطيفة جداً. دلوقتي فات حوالي سنة على الموضوع ده، أنا لسه عايشة في البيت وأجرت شقتي القديمة وبيدخل لي منها دخل ممتاز كل شهر. البيت بقى يجنن، حاسة إن جدي لو كان عايش كان حبه وفرح بيه قوي. من أسبوعين كده شفت عربية أمي راكنة قدام السوبر ماركت، كانت راكنة بعدي ب3 عربيات بنفس الاستيكر المصدي اللي حطوه على العربية من 10 سنين. مش عارفة إذا كانت شافتني ولا لأ، بس أنا ما استنيتش، ركبت عربيتي ومشيت فوراً. حتى ما اشتريتش الطلبات اللي كنت داخلة عشانها، ورجعت تاني يوم خلصتها. مش فارقة. وعيد ميلادي كان الشهر اللي فات، محدش فيهم اتصل ولا بعت رسالة، وأنا بصراحة ما كنتش مستنية ولا متوقعة حاجة. وحتى إيهاب لحد دلوقتي ما عرفتش لو هو نصاب ولا لأ. وبس كده يا جماعة، النهاية.